لما تحس ان انت خلاص هتستسلم، هي دي اللحظة اللي لازم تقاوم فيها لآخر نفس. لو تخطيتها محدش هيقف قدامك، سواء نجحت او فشلت. يعني انا كان ابويا يقولها لي كلمه كانت تعصبني زمان والله، بس لما كبرت اكتشفت حقيقتها. يا معلم اذا نجحت فانت نجحت لنفسك، اذا ذاكرت لنفسك، واذا فشلت لنفسك. انا نفسي الجيل الجديد يدرك هذه الحقيقه ببساطه شديده. الشخص الوحيد المستفيد من نجاحك هو انت، والشخص الوحيد المتضرر من فشلك هو انت برضه، والشخص الوحيد اللي ممكن بشكل او باخر يتكيف من فشلك هو انت برضه. محدش هيحبك لو انت فاشل، حتى انت مش هتحب نفسك لو انت فاشل. هخسر، ذاتس فير، اتعلم بعد كده. هخسر الماتش ده، اكسب الماتش الجاي. هخسر الماتش الجاي، ايه المشكله؟ هتعلم برضو في الماتش الجاي واكسب الماتش اللي بعده. هخسر الماتش اللي بعده، ايه المشكله؟ ما هو انا قصدي ما عنديش حل تاني، انا جاي اعيش. عايز تقولي ان هو ده مستقبلي وما ينفعش يكون غير كده؟ ايه الحقيقة المرة؟ الحياة مش هتتغير، بس التغيير سنة الحياة، وده هو اللي نقدر نعمله، وبيبتدي أول ما نقرر. بس هطلب منك طلب واحد بس، استخدمني، اعمل من خلالي أي حاجة يعني، عشان أحس إن ليا قيمة، لأن كانت التحديات كبيرة. فالحقيقة مع أي جايزة بناخدها، أولا بحس إنها رسالة من ربنا، إنه زي ما يكون بيطبطب عليا كده، يعني بيقول لي تشجع، أنا يعني أنا في ظهرك، أنا واقف معاك. انت ليه مستني حد يدعمك؟ ياض انجح لوحدك، ياض اقف على رجلك لوحدك، ما حدش هيساعدك، عشان يوم ما هيساعدك هيجي يقول لك انا اللي عملتك. اعمل نفسك برجلك، لان كل الناس هتطلع تقول لك وحش، كله في البدايه يقول لك وحش. في الاول وفي الاخر انت كان الريموت كنترول في ايدك، ربنا ما خلقكش وانت ريموت كنترول حياتك في ايد حد تاني غيرك. عشان كده انت هتتحاسب على ايه؟ تتحاسب على حاجه كان بره ايدك، تتحاسب على ظروف مش ظروفك. فقبل ما تسال نفسك انا اصل المبررات عامله ازاي، اسال نفسك انا عملت ايه عشان اخد الحاجه اللي في مليون واحد غيري عايزين يوصلوا للحاجه دي. انا عملت ايه زياده، انا عملت ايه مختلف، انا استحملت ايه اكتر منهم. العالم مليان ناس موهوبين ما عملوش حاجه. الدنيا مش عايزه اللي يتفرج عليها، لو فضلت تبص لها من بعيد هتقول لك باي باي يا عينيا. لو ركزت على اللي ضاع منك عمرك ما هتشوف اللي بيستناك. شوف رزقك، الدنيا واسعة. انت ما انتش عارف ربنا بيختار لك ازاي، ربنا بيرتب لك ازاي، ربنا بيدبر لك ازاي. يا عم ارضى، يا عم ثق في ربنا، يا عم سلم امورك لله وفوض امورك لله. القضية مش كلها بتدار بحساباتك انت. الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث بتاعه بيقول لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ما قالش من لدغ من جحر فهو احمق. فالهدف من الغلطات ان احنا ما نكررهاش، الهدف من الغلطات مش ان احنا نحكم على نفسنا ان احنا ناس مش كويسين. والجزئيه دي الهدف منها انك تاخد مسؤوليه الحاجات اللي انت بتعملها علشان ما تقتلش النفس اللوامه اللي جواك، وفي نفس الوقت ما تحكمش على نفسك علشان ما تحولش النفس اللوامه اللي جواك لنفس جلاده. والله بص، انا كنت هندم لو كانت جت عليا لحظه حسيت ان انا قصرت